انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي لأسيما تويتر في المملكة العربية السعودية. هاشتاجات هي ما يلي: قصة أحمد القريقري، قصاص مترك عايض المسردي. هل تم العفو عن مترك ابن عايض المسردي؟ فما هي قصة مترك عايض المسردي قاتل أحمد القريقري؟ تعود الأحداث إلى سنة 2019 عندما أقدم مترك عايض المسردي على قتل أحمد القريقري الحربي الذي كان يحاول الدفاع عن فتاة تعرضت للتحرش من قبل المسردي. انتهت المشاحنة إلى قيام مترك المسردي بطعن أحمد القريقري عدة مرات فأرداه قتيلا. سنتحدث عن قصة مترك القحطاني أو المدعو مترك عايض المسردي الذي قتل أحمد القريقري، وسنجيب على السؤال: هل تم تنفيذ قصاص مترك المسردي قاتل القريقري؟ من هو مترك القحطاني قاتل أحمد القريقري؟ مترك القحطاني أو مترك عايض المسردي هو شخص سعودي قام سنة 2019 بقتل شاب سعودي آخر طعنا بالسكين ويدعى أحمد القريقري. انتشرت بعد ذلك دعوات للقصاص من مترك المسردي وأخرى لاعتاق رقبته بعد فيديو لوالدته تناشد أهل القريقري للصفح والمغفرة. اكتشف معنا كل ما يتعلق بما يلي: مترك القحطاني قصاص، قصة مترك عايض القحطاني، تنفيذ القصاص في مترك المسردي وقصاص القحطاني قاتل القريقري. هل تم العفو عن مترك عايض المسردي؟ تصدر وسم العفو عن قاتل أحمد القريقري. بعد قصة مترك القحطاني فقد انتشر مقطع فيديو لوالدة مترك المسردي على تويتر تتوسل فيه أهل أحمد القريقري الحربي من أجل العفو والمغفرة لابنها، حيث قالت والدة مترك المسردي في الفيديو: إن كنتم ناوين تقتلونه فاقتلوني معه وريحوني من هذه الحياة. أثارت قصة مترك القحطاني والفيديو الذي انتشر لوالدته على تويتر تعاطف الكثيرين، حيث بدأت التساؤلات عن العفو عن مترك المسردي الذي قتل أحمد القريقري.